اهلا بيكم مع روني. النهارده هنعمل مع بعض الكشري باسهل طريقه. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. هجيب بصل الكميه اللي انت عاوزاها، هبتدي اقطعه شرايح بالشكل ده، وهبتدي اجيب حله او طاسه احط فيها زيت، وزودي كميه الزيت شويه هقولك ليه بعد كده. هبتدي احط معلقه كبيره من الملح. الملح ده بيدي قرمشه حلوه قوي للبصل بعد ما بيتحمر. هبتدي اسخن الزيت كويس وبعد كده احط البصل، وهفضل اقلب فيه لحد ما البصل يتحمر ويوصل للون الجميل ده. هطلعه على ورق مناديل، والزيت اللي اتحمر فيه البصل هبتدي اخده، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هاخد منه جزء احطه في حله، وهبتدي هقطع بصلتين متوسطين لقطع صغيره، وهبتدي احمرهم في الزيت لحد ما يوصلوا للون الفاتح الجميل ده الاصفر. وبعد كده هحط معلقتين كبار من الثوم المفروم واقلبهم مع بعض لحد ما يوصل اللون ده. بعد كده احط 3 معالق كبار صلصه طماطم وعصير طماطم، هخليهم يغلوا مع بعض 10 دقايق على النار. وبعد كده احط التوابل اللي هي معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره مرقه خضار البودر، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقتين كبار ملح، ومعلقتين كبار سكر. هقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده اخليها تغلي تاني على النار من 10 دقايق لربع ساعه، وبعد كده هطفي عليها تبقى كده جاهزه معاكي صلصه الكشري. بعد كده هبتدي احضر حمص الشام. حمص الشام انا نقعاه قبلها بليله في ميه. هجيب الميه دي ابتدي اتخلص منها واصفيه منها، وبعد كده احط له ميه جديده. هبتدي ارفعه على النار، على نار عاليه لحد ما يغلي. اول ما بيغلي بيطلع ريم ابيض على الوش، هبتدي اشيله بالمعلقه، وبعد كده هسيبه على النار على نار هاديه لحد ما يكمل السوا بتاعه. هجيب حله احط فيها شويه زيت من البصل المحمر، وهبتدي احط شعريه، ازود كميه الشعريه شويه لحد ما توصل اللون الجميل ده. احط عليه كوبايتين من الرز، وهبتدي اقلبهم على النار لمده 10 دقايق عشان يبقى مفلفل. بعد كده احط له الميه المغليه بتاعته والملح ومعلقه كبيره مرقه خضر بودر. بعد كده هجيب العدس، بغسله على طول، مش بنقعه قبلها. وبعد كده احطه على نار عاليه، وبعد كده هدي عليه النار عشان يستوي براحته. بعد كده هجيب ميه اغليها على النار، واحط فيها معلقتين كبار ملح، ابتدي اسوي المكرونه الاسباجيتي فيها. وحله تانية برضو بنفس الطريقه احط فيها المكرونه الصغيره، ابتدي اسويهم، واحط بعد ما بيستوي شويه من زيت البصل المحمر، بيبقى طعم المكرونه حلو قوي. دلوقتي هعمل الدقه اللي هي اجيب طماطم هقطعها مكعبات صغيره، احط معلقه كبيره من الثوم المفروم، فنجان صغير خل، ونص كوبايه من الميه، ومعلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره مرقه خضار بودر، واظبط الملح بتاعهم. هقلبهم مع بعض، ودي عندك احلى دقه للكشري، احلى من بره مليون مره. بعد كده هجيب الطبق وهبتدي اغرف الكشري على بعضه بنفس الترتيب. الشكل ده بيبقى شكله وطعمه حلو قوي. اتمنى تجربوا الكشري بالطريقه دي، بجد هيعجبكم جدا. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعه.